السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة طقطق ومشمش. بسلم على كل أصدقاء طقطق ومشمش، بقول لكم يلا تعالوا اتغدوا معانا بألف هنا وشفا. الفسيخ أهو، الرنجة، البصل الأخضر، الكابتشو، العيش المفقع اللي قلت لكم عليه، ودي جودي. سلمي عليهم يا جودي. جودي بتحبكم كلكم. ودي ميار بنوتي الكبيرة اللي قلت لكم عليها قبل كده. ازيكم عاملين ايه؟ بتحب الفسيخ جدا ميار. يلا يا ميار، أنا عايزاكي تاكلي وتقولي لي إيه رأيك. ماشي. وانا بقى من عشاق الفسيخ والرنجة. وانتي يا ماما حاضر. جودي بقى بتحب الفسيخ، مش بصوا مش بتحب الفسيخ، هي بتحب الرنجة. انا اللي بحب الفسيخ، انا وميار اكتر. طقطق مش بيحب برضو الفسيخ قوي يعني. ندوق بقى الفسيخ عشان طبعا انا ايه عايزه ادوقه مش قادره. الله، طعمه حلو قوي يا بنتي. فين الرغيف بتاعك؟ ماشي، يلا كلي كده. حلوين. شيلي العيش ده من هنا عشان ده كله هيتبهدل. سيبي بس الرغيف بتاعك وشيليه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هقطع بقى لجودي انا الرنج عشان جودي ايه لو سبتها مش هتاكل. انا هحط لك في بقك على طول. الله، ايه رايك في الفسيخ؟ طعمه حلو قوي. ده ولا اللي احنا بنشتريه؟ لا، ده طبعا. طبعا انت تقدري تقولي ان اللي احنا بنشتريه. زي ما قلت لكم قبل كده، انا مش ديمقراطيه خالص. صح ولا لا يا جودي؟ صح. انهي احلى؟ ده اللي احنا مشتريينه هو اللي حلو، صح؟ طب واللي ماما عاملاه؟ اكل ماما حلو يا جودي؟ ماشي. خدي يا ميرو بصل. اكلك انا يا جوجو. سلمي على اصدقاء طقطق ومشمش، قولوا لهم ان احنا هنعمل لهم حفله كبيره. هنعمل لكم حفلة كبيرة بس ادونا لايك. يا خراشي على عسل، انت جميله يا جودي. علي صوتك بس عشان يسمعوكي. مش اصدقاء طقطق ومش عايزين يسمعوا صوت جودي وعايزين يسمعوا صوت ميار اللي ما بتتكلمش خالص. ميار اهي في اولى اعدادي، ادعوا لها بقى ربنا معاها. حلو ان شاء الله. ايه الاخبار؟ طعمه حلو قوي. هو ايه اللي حلو؟ انتوا بتاكلوا الرنجه وتقولوا لي حلو؟ لا والفسيخ كمان طعمه حلو. بالهنا والشفا حبيبتي. حادق بعد ولا كده حاجه؟ هناكل من ايدك بقى الفسيخ ده تاني. اهي سيبي شيلي الشفا دي. يلا. مش هتاكلي كابتشو؟ لا. خدي انت يا جوجو، انت بتحبيه. يعني بعرف اخلي الفسيخ يا ميرو؟ جدا. بعرف اعمل اكل يعني ولا؟ لا، تعرفي نشوف تسلمي. شيف من بره. لا، انت الشيف طبعا. حلو. جودي لما بيعجبها اكل بتعمل لي كده. حلو يا جوجو اكلي. جودي كل يوم تقول لي اعمل لنا محشي، اعمل لنا محشي، وهي ما بتاكلوش اصلا. بس اعمل لنا محشي. دوقي الفسيخ يا جوجو، حته صغيره. حادق. حلو قوي. الصراحه طلع طعمه مظبوط جدا. مستنيين كل اصدقاء طقطق ومشمش يجوا ياكلوا فسيخ معانا. هاي، ايه رايك؟ طعمه حلو. ايه رايك في الفسيخ يا جوجو؟ طبعا ما تنسوش اللايك، سبسكرايب، ماشي. الفسيخ طعمه جميل قوي. انا بقى ما نضفتش قدامكم الرنجه عشان هي مش مستاهله، بسيطه خالص وتنظيفها سهل. جودي عماله تعمل لكم قلوب كلكم. جودي بعرف اعمل. تاخدي واحده كمان؟ لا، ماشي انا هاكلك انا. لا، طعمهم حلو قوي. جودي ما بتاكلش فسيخ كتير على فكره يعني. كده دقت خلاص مش هتاكل منه تاني، هي بتحب الرنجه قوي. خلي بالك وما توقعيش. يلا يا ميرو كلي. طبعا احنا بقى ايه هنسيبكم دلوقتي ونكمل اكلنا. ما
متنسوناش بس في التعليقات الحلوة بتاعتكم. واللايك وسبسكرايب. وانتي يا جوجو هتقولي لهم ايه قبل ما يقفلوا؟ متنسوش تعملوا لايك ومعاك لايك. لايك والف لايك. جودي صوتها واطي بس ده مش العادي بتاعها خالص. بس احنا هنسيبكم دلوقتي ونكمل اكل ونسلم على كل اصدقائنا. مع السلامة. باي. باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة طقطق ومش بنسلم على كل أصدقاء طقطق ومش بنقول لكم عاملين إيه وأخباركم ويا ترى الأجازة عاملة إيه. كل اللي خد الأجازة يا بختهم، في ولاد لسه بيدرسوا وربنا معاهم. مهم يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة جبت لكم الفسيخ زي ما وعدتكم، لما هفتح عليه وانضفه هوريه لكم. طبعا مستنية كل تعليقاتكم الحلوة ومستنياكم كلكم تقولوا لي إيه رأيكم في الفسيخ اللي أنا عملته. بألف هنا وشفا عليا وعليكم. يلا بينا هنبتدي تنظيف الفسيخ. بصوا اهو بعد ما فتحت عليه بعد شهر زي ما انتوا شايفين كده اهو الاسترتش اللي انا كنت لفاه معاكم. مش قادره اقول لكم على ريحته عامله ازاي. يلا مستنياكم كلكم على الريحه الحلوه دي. هوريكم بس التنظيف كده بطريقه سهله وخفيفه برضو على طريقه حماتي. زي ما قلت لكم قبل كده انا ما بعرفش انضف فسيخ. بصوا ما كنتش بعرف قصدي اخلل الفسيخ. حماتي اللي ورتني طريقه لتخليل الفسيخ وعمايله اهي. بصوا طبعا هنقص كل الحاجات دي عشان ايه واحنا بنبتدي ننضف ما تعورناش. اهم حاجه تخلي بالكم من ايديكم كويس قوي وانتوا بتنضفوا. المقص بتاعي بارد شويه. كده بصوا اهو ماشي. هفتح كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم كلكم يا رب. طبعا انتوا ما شاء الله عليكم زي ما قلنا قبل كده انتوا اشطر واحسن مني كلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بصوا حاجه جميله. بسم الله ما شاء الله. حرفيا ريحته تحفه. مستنياكم كلكم على الريحه الحلوه دي. بصوا في بطارخ كمان ازاي. جبت كده اقص الراس. طبعا هتقولوا لي ما شيلتيش ليه القشر اللي بره. هقول لكم هوريكم طريقتين لتنظيف الفسيخ. طريقه نشيل بيها القشر والطريقه التانية ننضف الفسيخ برضو وهو لسه القشر بره. وانتوا الطريقه اللي تعجبكم واللي تحسوا ان هي سهله وخفيفه عليكم طبعا كلكم مش محتاجه اقول لكم تعملوها على طول. اللي تحسوا ان هي اسهل تتعمل. ماشي. بصوا بصوا الفسيخ قلبه تحفه ازاي. بصوا طالع مرهم اهو ما شاء الله ما شاء الله زي العسل. نقصها بالمقص احسن عشان مش عايزين يتعور كده. بصوا ما شاء الله حاجه جميله. بصوا السلسله خرجت ازاي. طعمه جميل جدا. دي اول طريقه
معايا لتنظيف الفسيخ، ودلع وجميل. ادي طريقة لتنظيفه سهلة جدا. هنعمل ايه بقى عشان نشيل طبعا كل اللحم ده؟ احنا مش عايزين ايه القشر في حاجة. هنعمل كده، بصوا بصوا، شايفين بالمعلقة اهو. دي طريقة سهلة وخفيفة جدا زي ما انتوا شايفين كده. كانتش بتحط عليه كركم، كانت بتستكفى بالشطة والملح. وانا زي ما قلت لكم قبل كده واخده الطريقه من حماتي، فانا بعمله زي ما هي عملته. شايفين سهل ازاي اهو. بصوا الشوك فين، وهي اصلا ما فيها شوكه واحده متخرجه. مش عارفه طريقتها، بعملها مش عارفه. بصوا سهل ازاي اهو. شايفين دي بقى اللي فيها الشوكه اهو. خرجتها خالص اهي. بصوا اهي خرجت كلها ولا اي حاجه. طبعا احنا اهي. متنسونيش بقى في اللايكات الحلوه بتاعتكم اهي. بصوا اهي. بصوا بقى القشره، شايفين اهي. فين بقى؟ بصوا بقت عامله ازاي. طريقه سهله وخفيفه لتنظيف الفسيخ اهو. ما سيبناش اي حاجه في اللحم. نضف واحده كمان معاكم بنفس الطريقه الحلوه السهله دي، واوريكم طريقه تانية للتنظيف برضو. خلي القشره دي معانا برضو كده اهو. خليها معانا برضو نشوف لو طلع فيها برضو حاجه. بصوا خلاص مفيهاش اي حاجه. بعد كده يعني هوريكم طريقه تانية برضو سهله قوي قوي قوي. بصوا اهو. طبعا انتوا فاكرين انا لفيت ساعتها الفسيخ بستريتش كتير عشان قلت لكم عشان ما يخشلوش هوا. فاكرين طبعا انتوا كلكم اهو. ماشي. دي البطارخ اهي. بصوا ما شاء الله الفسيخ كان فيه بطارخ ما شاء الله اهي. نضفناها برضو اهي، طالعه زي العسل. نركنها على جنب كده. طبعا الفسيخ ده بيتحط له عشان بعد ما بيتنضف كده بيتحط له بيتحط له زيت وليمون وسنه خل صغيره. طبعا مش عايز يحط خل ما يحطش، هو زيت وليمون يتنقع كده، نقع في الزيت والليمون اهو. بصوا بننضف ازاي، طريقه سهله جدا.
اهم حاجه في الفسيخ كله تشيلوا كل الشوك اللي بره ده الاول اهو. بصوا شيلوا كل الحاجات دي عشان ما تعوركوش وانتوا بتنضفوها. انا طبعا خايفه على ايديكوا وخايفه على سلامتكوا زي ما بخاف على نفسي بالظبط اهو. ماشي، نقطع نقص الاول من هنا ماشي كده. جميل ما شاء الله، وريحته بسم الله ما شاء الله. بصوا نفتح كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو ما شاء الله طلع فيها بطارخ. ناخدها ونركنها كده لغاية لما نخلص الفسيخة الأول بعدين نرجع لها. شايفين عاملة ازاي؟ أنا جايبة لكم طريقة سهلة جدا 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 في الفسيخ، زي ما طقطق ومش عودتكم على السهل اللي دايما الناس بتشوفه صعب. طقطق ومش عودتكم عليه يكون سهل اهو. بصوا الشوكة دي بقى هنركنها كده على جنب ونتسلى فيها. دي عشاق الفسيخ زيي ما بيرموش اي حاجة منها. بصوا السلسلة ما فيهاش لحم بس احنا ايه بنحب نمصمص كده الفسيخ. نركنها كده على جنب ونمصمصها مع بعض. طقطق بيسلم عليكم كلكم، بيقول لكم يا رب تكون كلكم مبسوطين في الاجازة الحلوة بتاعتكم، ويكون الولاد كلهم يا رب كده نتيجتهم تكون حلوة ان شاء الله بإذن الله يا رب. الطريقة السهلة دي طقطق اعودكم دايما على كل جديد وسهل قوي. كده ايه هنجيبها من هنا كده ندوس عليها جامد عشان ايه نطلع معانا على طول كده اللحم كده ما تشدش معانا بالراحة كل سلاسة كده عشان ايه نطلع باللحم كله كده زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين اهو كده. نشيل الشوكة كده منها على جنب اهي كده اهو. بصوا الشوكة نطلعها كده ونركنها كده اهو. بصوا عامل ازاي، حاجة تفتح النفس مفيهوش ولا شوكة اهو. ولونه مورد وجميل وريحته ما شاء الله على الريحة الحلوة. بصوا عامل ازاي، بصوا مفيش شوك خالص. طبعا ده حاجات انضف بكتير من اللي بنشتريها من الشارع. عمايل البيت طبعا يعني انا مش محتاجة اقول لكم ان طبعا كل حاجة بتتعمل في البيت انضف واحسن. مفيش حاجة بتتعمل في البيت بتبقى وحشة كده. شايفين عامل ازاي اهو زي ما وريتكم. بصوا دي الطريقة السهلة لتنظيف الفسيخ. في طريقة تانية بقى بتبهدلوا بيها الدنيا بصراحة، مش عايزة اجربها لكم بس يعني لا هجربها في واحدة، هعمل معاكم فيها واحدة اللي هي ايه، اللي هي بقى بتشيلي القشر كده وتقعد تكحت بالسكينة القشر عشان ما يجيش في بقك. ما هو انت كده برضو ما فيش قشر ان شاء الله هيجي في بقك، بس دي اسهل. طبعا في ناس بتشطف الفسيخ تحت الحنفية بسبب القشر ده. انا بصراحة حماتي كانت قايله لي لا ما تشطفيهوش، يعني ايه تنضفي الفسيخ زي ما انتوا شايفين كده من غير شطف. بس طبعا انتوا يعني ايه
كل واحد عنده طريقة حاسس ان هي بالنسبة له سهلة يعملها، بس انا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم اسهل واخف حاجة، بحيث ان انتوا ايه محدش يتعب مننا في اي حاجة. اهو بصوا، شيل بس الحتة دي كده. الشوكة الوحشة دي نشدها كده معانا، شايفين؟ اهو بصوا طلع عامل ازاي. بصوا، ولونه يفتح النفس، وريحته ما شاء الله على الريحة الحلوة. نشيل بس اخر شوكة كده. هو اصلا نوعه كان حلو وما كانش فيه شوك كتير، شايفين؟ اهو نرص كده في الايه، العلبة اللي هنحط فيها الليمون والزيت. وطبعا نطلع على قد الاكل عشان اللي هيطلع ما ينفعش يرجع تاني في العلبة. طبعا انتوا عارفين اللي هيطلع حتة فسيخ من العلبة ياكلها، مش هياكلها ما يحطهاش تاني في العلبة. بأكد اهو، اللي يطلع فسيخ من العلبة يكون ايده ناشفة كويس جدا، واللي يطلع حاجة ياكلها كلها، يا اما اللي هيتفضل منه ياكلها كمان شوية ما يحطهاش تاني في العلبة خالص. العلبة دي تتقفل كده في التلاجة، تقعد سنة مقفولة ما يحصلهاش اي حاجة. بصوا بصوا القشرة، شايفين؟ مش مخلية فيها لحم خالص اهي، شايفين عاملة ازاي؟ بس انا طبعا ايه هركنها كده مع الشوكة للي بيحب برضو ايه يمصمص زي. انا كنت بشتري الفسيخ من عند الراجل متنضف بالطريقة دي، يقول لي ايه هتحبي احط لك القشر والشوك؟ اقول له ماشي حطهم، عشان انا اصلا بحب الفسيخ جدا، وعندي بنوتي بتموت في حاجة اسمها فسيخ. فبالنسبة لنا طبعا الفسيخ ده اي حاجة بتطلع منه بتبقى حلوة، مش حاجة معينة، لا اي حاجة هتطلع من الفسيخ هتبقى حلوة جدا. اهو عمالة انضفه لكم اهو قدامكم بالطرق السهلة الخفيفة اللي هي ايه ما تتعبكوش معايا، عشان طقطق ومش عودكم دايما على ايه زي ما قلت لكم قبل كده الحاجات السهلة السريعة. واصدقائنا اللي طلبوا فسيخ اهو فتحنا عليه، يلا تعالوا، فتحنا على الفسيخ اهو، تعالوا يلا مستنيينكم كلكم. اهو نلم الملح بس كده، اصدقاء طقطق ومش اللي ايه طالبين الفسيخ، يلا يلا كلنا مستنيينكم، مستنيينكم على الفسيخ الحلو ده اهو. يا سلام لو تشموا الريحة اللي انا شماها. بصوا اهي، يلا كل اصدقاء طقطق ومش اللي قالوا يا طقطق احنا عايزين فسيخ اهي، يلا الفسيخ اتفتح عليه، يلا مستنيينكم كلكم بألف هنا وشفا. يلا تعالوا، لينا صديقة في دبي طلبت فسيخ اهي، فتحناها لك يا شيرين، ليك انتي مخصوص اهي. لما انا كنت في دبي ورجعت من هناك وعملت فسيخ، بعتت لي وقالت لي انا عايزه فسيخ اهي، يلا يا شوشو، دي بقى بتاعتها هي اهي، احسن واحده واكبر واحده والله يا شوشو فتحها عشانك، مستنيينك، يلا تيجي بألف سلامه وتاخدي الفسيخ بتاعك، او اي حد جايلك قوليلي وانا ابعتلك معاه الفسيخ الحلو ده.
زي ما طقطق دايما اعودكم على الحاجات السهله اهي. بصوا السهل ازاي. طبعا انتوا هتقولوا لي انت بتفتحي قدامنا ليه كتير. هقول لكم عشان ايه، اوريكم كذا واحده بتتنضف بالراحه ازاي وسهل. محدش يقول ايه ده صعب، لا مش هعرف انضفه، انا خللته ومش هعرف انضف، لا. ماشي اهو عشان كله يشوف مره واتنين وتلاته التنظيف قدامه سهل ازاي اهو. حاجات سهله اهي خالص خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح كده بصوا، انت مش محتاجه المقص ولا محتاجه سكينه اهي. اهي زي ما انتوا شايفينها كده. بصوا. بصوا اللون المورد الجميل ده. من ايه اللون المورد ده بقى؟ من الشطه اللي احنا حطيناها مع بعض. افتح كذا واحده معاكم عشان تعرفوا طريقه سهله وخفيفه جدا. قولوا لي يا طقطق عايزين طريقه سهله للفسيخ، اقول لكم اسهل طريقه اهي. تنظيف الفسيخ سهل خالص. طبعا انا المره اللي فاتت ساعه الكوارع قلت لكم انا عامله لحمه راس لحد معزوم عندي على الغدا ما بياكلش لحمه الراس، وقلت لكم انا هقول لكم هيعرف ولا لا. الصراحه هو عرف وقال لي انت عامله لحمه راس. كنت بصراحه هفتكره مش هياخد باله، لقيته بصراحه عرف وخد باله وقال لي قال لي دي لحمه راس. بصوا اهو الشوكه اهي. اهي طبعا هنشيلها زي ما قلنا نمصمصها براحتنا اهي. بصوا السلسله طالعه كلها ازاي زي ما انتوا شايفين معايا كده اهي، طالعه من غير اي لحم. بس للمصمصه العشاق الفسيخ طبعا زيي وعشاق مصمصه الفسيخ هيتبسطوا. طبعا عايزين نرضي كل اللي بيحبوا الفسيخ ياكلوا ويتبسطوا منه اهو. بصوا حاجه جميله وسهله اهو. بصوا سهل ازاي اهو. مرهم والله يا جماعه، ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، يعني حاجه سهله جدا. يلا اهي قدامكم. بصوا نشيل الشوكه بس منها كده عشان ناكل على طول. كل اللي ياخد حته ياكلها على طول بألف هنا وشفا اهي. شفتوا طالعه عامله ازاي. اشيل بس الشوكه دي عشان ايه الشوكه دي. بصوا هو اصلا النوع بتاع البوري ده يعني طلع كويس ما فيهوش شوك اهو. بصوا اللون مورد ازاي عشان خاطر ايه الشطه اللي حطيناها مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين كده. دول قد ايه الفسيخ ده؟ 5 كيلو.
طبعا انا حطيت لكم المقادير بتاعه الفسيخ كلها بتاعه ال5 كيلو، وانا ايه بخلله على الفيديو وهو نازل، نزلت مقادير ال5 كيلو. اتاكد بس ان معاكم ان مفيش شوكه. بصوا عامله ازاي، بصوا شكلها، شايفين الشطه جواها ازاي؟ اهي شايفينها. يلا كل اصدقاء طقطق ومشمش يجوا يلا بالف هنا وشفا على قلبهم. ما شاء الله يا شيرين الفسيخه بتاعتك طلعت زي العسل. يلا تعالي تيجي مصر بالف سلامه وانا اعمل لك فسيخ ليكي مخصوص. بصوا حاجه جميله جميله جميله، وما شاء الله ال5 كيلو رموا معايا. طبعا انا لو رحت اجيبه من عند الراجل بتاع الرنجه هدفع قد كده. انا اصلا كنت بجيب واحده بس فسيخه واحده كانت بتبقى عامله 120. بصوا اهو انا اشتريت ال5 كيلو وخللتهم. بصوا عامله ازاي اللحم، عايز عيش بقى وبصل وكله يجي يلا ويعيش. طقطق بقى ومش بيقول لكل اصدقائه يلا، والله حتى ما تجيبوا ولا عيش ولا بصل، طقطق ومش هيجيب لكم كل حاجه. اهو بصوا عامله ازاي، بصوا بقى من ورا عامله ازاي اهو، ولا بهدله قشر ولا اي حاجه. شايفين، واللحم كله خرج معايا اهو، شايفين خرج ازاي اهو. بس طبعا انا هركنها كده زي ما قلت لكم للي بيحبوا يمصمصوا. بنوتي بتحب تمصمص الفسيخ طبعا، بتعشقه. احنا كلنا بنحبه بصراحه، بس بنخاف من الحوادق والاملاح. بس ده بقى ما شاء الله طلع ايه، ملحه مظبوط. ليه؟ عشان ما زودناش الملح فيه في التخليل، وبس يا دوبك زودنا الشطه عشان تموت اي جراثيم. بس اهو كل اصدقاء مش يلا اجيب لكم عيش حلو، واجيب لكم بصل اخضر لعشاق البصل الاخضر زيي. اجيب لكم بصل اخضر وعيش سخن كده ومفقع، وتعالوا اتغدوا معانا. الفسيخ ده طالما موجود في البيت ما يتقاومش، غدا عشاء فطار ما تتقاومش ابدا. بصوا عامله ازاي، بصوا شايفين الشطه عامله فيها ازاي اهي. ده كل ده شطه. طبعا انتوا فاكرين لما انا ايه فتحتها قدامكم وخللت الخياشيم شطه وملح اهو. بصوا الشطه حاجه جميله اهي. شايفين كل ده شطه. قناه طقطق ومش بتقول لكم يلا تعالوا، نقول لكم احنا عاملين لكم تحدي بقى. طقطق بيحضر لكم حته تحدي جديد وحلو مع اصدقاء طقطق ومشمش. قلنا لكم كل اللي عايز يظهر مع طقطق ومشمش يجي يلا اكتب اسمه في التعليقات واحنا هنتواصل معاه علشان يظهر مع طقطق الفيديو الجاي. طبعا طقطق مش باين عشان واخد الاجازه ونايم، واخد اجازه بقى نص السنه فمريح بقى شويه. بينام طبعا متاخر وبيصحى بدري، فطبعا مريح شويه بقى. بس ما تقلقوش هخليه لكم يطلع في فيديو عشان انا عارفه ان انتوا كلكم بتحبوا طقطق.
هطلعه لكم في الفيديو الجاي معايا. بصوا نتاكد ان مفيش حاجه من بره اهي. شفتوا نضفت 3 قدامكم اهو، سهله وسريعه، ما خدتش 10 دقايق في تنظيفهم زي ما انتم شايفين اهو. طقطق دايما معودكم على ايه؟ على السهل اللي بيتشاف من بره ان هو صعب. مفيش حاجه صعبه عليكم، انتوا كلكم شاطرين جدا. الشطاره بتاعتكم تخليكم كلكم بتعملوا كل حاجه سهله طبعا، زي ما طقطق دايما معودكم اهو. يا سلام يا سلام، الفسيخ كله طالع ايه؟ كله ببطارخ ما شاء الله، جميل. بس البطارخ اتهرت مني بقى وانا ايه بفتح بطن الفسيخه، معلش، بس نحاول نحافظ عليها برضو على قد ما نقدر اهي. اهي كده بصوا البطارخ زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا بصوا مش محتاج والله مقص، ما شاء الله سهلة جدا. بصوا 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 عاملة